السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وفي الحلقة دي هنتكلم عن النادي الأهلي. وزي ما اتكلمنا في الحلقة بتاعت امبارح عن موعد توقيت مباراة النادي الأهلي في الدوري المصري أمام وادي دجلة قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت القادم، في موعد أو توقيت اللي المباراة تكون الساعة 3. ده بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي بعد ما خلص يوسف بالعمري اللي جايبه من الرجاء، وخلص عمرو الجزار اللي جايبه من البنك الأهلي، وخلص أحمد عيد اللي جايبه من المصري، وجايب مروان عثمان اللي جايبه من سيراميكا. دول 4 صفقات. النادي الأهلي لسه بيدور على صفقتين. الصفقة الأولى وهي المهاجم اللي النادي الأهلي كل يوم بيطرد عليه، مهاجم عراقي، مهاجم سنغالي، مهاجم مالي، مهاجم أردني. كل المهاجمين أو كل السير الذاتية بتتعرض على النادي الأهلي. هل النادي الأهلي الصفقات اللي احنا بنشوفها ديت، هل هي ممكن يكون النادي الأهلي بيفوت حد منهم ولاعب انجولي ومهاجم انجولي يعني؟ أو ممكن يكون لاعب تاني النادي الأهلي بيبحث عنه. فاحنا لسه النادي الأهلي بيبحث عن مهاجم. بالنسبة لجراديشار، إن جراديشار كان مسافر فعلا وخلص كل حاجة مع فريق النرويج أو بولندي حاجة زي كده. بس النادي الأهلي لسه يعني قبل جراديشار لو جابوا مهاجم، جراديشار هيرحل للفرق اللي هو بيفضل بولندا والنرويج. لو النادي الاهلي ما قدرش يخلص صفقة المهاجم، جراديشار مكمل مع النادي الاهلي لغاية الموسم الجاي او الموسم الحالي المنتظر اللي احنا شغالين فيه ده بالنسبة للنادي الاهلي وجراديشار. بالنسبة للصفقة التانية وهو هادي رياض، مدافع بتروجيت اللي النادي الاهلي خلص معاه كل حاجة، مستنيين انه يمضوا العقود بينه وبين بتروجيت، ودي تبقى الصفقة الخامسة بالنسبة للنادي الاهلي. ولو خلص المهاجم تبقى الصفقة السادسة. طبعا اشرف ده هيماشي وتأيد مكانه يوسف بالعمري، والمهاجم لو جه هيتأيد مكان جراديشار ويمشي جراديشار. بالنسبة للزمالك، الزمالك بعد تعادله مع النادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية في دور المجموعات، وفوز كايزر تشيفز على فريق زيسكو يونايتد الزامبي خارج أرضه في زامبيا. ترتيب مجموعة نادي المصري والزمالك: المصري 7 نقاط، الزمالك 5 نقاط، كايزر تشيفز 4 نقاط، وزيسكو يونايتد بلا نقاط. طبعا الماتش الجاي المصري هيستضيف الزمالك، وكايزر تشيفز لجنوب افريقيا هيستضيف زيسكو يونايتد. بنسبة كبيرة كايزر تشيفز هيكسب زيسكو يونايتد و... ويرفع رصيده ل7 نقاط. هيبقى المفاضلة بين المصري والزمالك. اشوف مين، والامور بتتعقد في مجموعة المصري والزمالك وكايزر تشيفز كايزر تشيفز جنوب افريقيا، وهنشوف مين اللي يصعد خلال الفترة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.